هل كل أحلامك المنامية ليها رسالة؟ هل كل حلم أنت بتشوفه وأنت نايم له تفسير وله تعبير ولازم أفهم إيه حلمي وإيه محتواه وإيه الرسالة المقصود منها؟ ده اللي احنا هنجاوب عليه النهاردة في الفيديو الجديد اللي دايما ماسكينه في سلسلة التواصل الروحي اللي دايما تقوي عندك الشفافية. واخترنا دايما أولى بنود التواصل الروحي وهي فهم أحلامك المنامية، اللي فعلا لو قدرت تكون على قدر من فهم أحلامك المنامية هتخليها زي المراية اللي لما تبص فيها تفهم حاجات كتير من اللي شغلة بالك لفترات طويلة. وقلنا قبل كده إن في عامل أساسي بتتشكل على أساسه أحلامك المنامية، هو النفسية. يعني النوم في حالة حزن وخنقة وضيقة، النوم وانت مهموم، النوم وانت دايما معيطة وزعلانة، النوم وانت مكسور وحزين، بيوصلك لنوع من أنواع الأحلام اللي بتفضل شاغل بالك بيها لفترات طويلة، وحاطط في دماغك إن الحلم له تفسير، وتسأل مليون واحد وتسعى كتير إنك عايز رد على تفسير حلمك. رغم إن في الحالة دي الحلم هو عبارة عن أضغاث أحلام، الحلم عبارة عن كبت داخلي، الحلم ده جاي عبارة عن الحالة النفسية اللي انت نايم فيها. عشان كده دايما كنا بنوضح وبنقول ان الحالة النفسية وانت نايم مهمة في تشكيل احلامك المنامية. مش بس في احلامك المنامية، هي اصلا مهمة وعامل اساسي في تحصين جسمك او اضعاف حالة جسمك وبالتالي اختراق جسمك. ودي حالات المس المنامية اللي بنقول عليها، ان دايما وانت نايم مهموم وحزين، وانت نايمة حزينة ومخنوقة، ده بيسهل اختراق حالة جسمك من أي جن عابر سبيل. وبالتالي النوم في حالة حزن وخنقة وضيقة مش بيوصلك بس للأحلام المزعجة، مش بيوصلك بس لأحلام الكبت والتفريغ النفسي، ولكن برضه بيسهل اختراق حالة جسمك وبالتالي وصولك لمرحلة الإصابة الروحية اللي بتأثر على حياتك في حاجات كتير من تعطيل ووقف حال وإصابات وعضوية جسمانية ونفور في الحياة والعمل. عشان كده دايما لازم نركز في النوم. وانت نايم لازم تكون صافي الذهن، وانت دايما مهموم وحزين افصل قبل ما تنام عشان تتجنب الكوابيس والأحلام المزعجة. واعرف ان اي حلم شفته وانت نايم في حالة حزن وخنقة وضيقة وتفكير وهموم، اعرف دايما انك ما تسعاش لتفسيره، لانه دايما في الغالبية العظمى بتكون احلام ناتجة عن النفسية اللي انت نايم فيها. تابعنا على قناتنا، ودايما مش بس هتكون انك توصل لمرحلة انك تفهم احلامك المنامية اول باول، بفضل الله هتكون معانا من المفسرين اللي تفسر احلامك وتفهم كمان رؤى غيرك.